الحوار. الحوار قيمة عظيمة نستضيفه معنا هذا اليوم، ضيف غريب عجيب نستضيفه معنا هذا اليوم، ضيفكم وضيفنا. أنا صار لي أنا مؤاخذة فترة كان عندي سيارة، بعت السيارة لأنه غلي البنزين. طب ما احنا كمان الشعب نشكي، رفعوا علينا الخبز. رفعوا الخبز، رفعوا نعم. أولاد عمه للحمار الغنم مات حوالي 100 راس من الغنم اليوم نتيجة انه في مطاعيم فاسدة قدمتها وزارة الزراعة. يعني انت وامريكا اللي بتجيب لنا العلف هذا كله محطوط عليه مواد حافظة بتضر الدواب وبتضر الحلال. معلومة لكم الاخوان المشاهدين، زميلنا الاعلامي المعروف الاستاذ عصام من بيضين كان كتب مقالة عن ازدياد عدد الحمير في الاردن. فعلا اصعب مناطق، حتى بقول الموجب اللي هي منطقة صعبة في الاردن الخطط احمر. مظبوط. استبعد انه يصير في عندنا باص سريع. مستبعد. بدي تعلق لي على هالصورة اللي راح تشوفها وشوفوا اخوان المشاهدين معنا. يعني هذا الحمار السريع، شوف قديش الناس الجماهير بتستقبله. شو تعليقك على الصورة هاي استاذ خالد؟ فساد البلد فاسدة، البلد مش كلها فاسدة، صح؟ لا مش كلها. يعني بلدنا لسه فيها خير. عرفت كيف؟ هاي اللي لازم احنا نحررها. هذه اللي بدها تنجح. هل الحمير عانت من قضايا الفساد برأيك؟ ها؟ حكى هو، مش انا. هايو نهج مظبوط يا عمي ولا لا؟ السؤال مرة أخرى، هل الحمير أو أنت شخصيا تعاني من الفساد والفاسدين الموجودين في الأردن؟ يعني الحمار شو رأيه في الارتفاع المديونية في الأردن؟ هالدين عنده بيرتفع. والله هذا الحمار هذا شو ذنبه؟ بقول لك شو ذنبي أنا؟ يعني عصب من السؤال. أنا آسف أعتذر وبشدة عن هيك سؤال، لأنه خلص يعني بتعرف محظورة بجوز يحبسوه. بدي أسألك، أنت سمعت في شيء اسمه داعش؟ سمعنا. يا أخي مش قادر أفهم هالقصة، تفهمني إياها وفهمني. والله أنا زيك ما بدي أفهم، موجودة ما في مصيبة. أنا ليش جبته؟ لأن كثير سألت ناس مش قادر نفهم. عزيزي الحمار، أسألك سؤال، إذا شفت في خطر من أي طرف يريد أن يسيء للأردن شو بتعمل؟ أشكرك جدا لموقفك النبيل والعظيم في إنك أنت شريك معنا في هذا الوطن. أشكرك وبشكر ضيفنا العزيز أشكر ضيفنا العزيز الحمار على هذا الحوار وعلى موقفه، بأنه أول إشي أنه معنا ضد الحرب ضد الفاسدين، وأنهم هذول هم المؤذيين للبلد. الخطر مش من خارج الأردن، الخطر من داخل الأردن. إذا إحنا تفرقنا شو بصير فينا؟